من غير تورتيلا ومن غير عيش سوري ومن غير اي حاجه. بصوا بالعيش الشامي بتاعنا الصغير ده، جايبينه من الفرن عادي خالص. هنعمل احلى سندوتشات ونحمرها كمان من غير جريل. هنحمرها في الطاسه التيفال. اقول لك لو عندكيش طاسه تيفال، في طاسه الموني، مسحه زيت كده وهتتحمر معاكي وتبقى جميل. حطينا البطاطس، شويه كاتشب، شويه جبنه موتزاريلا، شويه طماطم على فلفل، وهنحطها في الطاسه جنبنا على طول تاخد وش عبال ما نعمل السندوتش اللي بعده. برضو هنحط بصوا هنا انا عملت بقى بيض. كنت هي بيضايه واحده عملتها على طماطمايه وقرن فلفل اخضر، وحطيت عليهم معلقه بقسماط وعملتهم مقراص كده عشان احطهم في السندوتشات بسرعه. وتاني سندوتش اتحط على الجريل، ونجيب السندوتش التالت نحط بقى حته جبنه نستون، طعمها بيبقى تحفه مع الجبنه العاديه، وشويه جبنه شيدر. انا كان عندي شويه جبنه رومي بس بصراحه قلت لا خليهم نعمل بيهم سندوتش تاني. حتتين طماطم برضو مع حتتين فلفل، شوية بطاطس مقلية، ونعملهم على بعض ونحطهم على الجريل. ما تخافيش لما هيتحمر معاكي على الجريل او على الطاسة اللي انت تحمري فيها بيمسك في بعضه شوية، ما بيفكش بسرعة، بتعرفي تمسكيه كده زي القرطاس الكونو كده، او زي اسمه ايه يا بنات، انتوا عارفينه، عارف نقطمه كده بيبقى جميل خالص. اهو برضو السندوتش كامل اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني انا عملت بطاطسايه واحده كبيره، شويه الجبنه الموتزاريلا دول والطماطمتين اتنين وقرنين فلفل وبضايه، عملت كذا سندوتش. اتغدينا احنا والولاد بالهنا والشفا بيهم. كل ما اعمل سندوتش الطاسه جنبي على النار، بحط عليه السندوتش عشان يتحمر وياخد وش على طول ويطلع ذهبي ويقرمش شويه، يبقى زي بتاع الشارع الكريب. برافو عليكم، زي الكريب. هنا بقى الحاجة كانت بتخلص، قلت لا هفتح عيش وهعمل كده برضو سندوتشات شكل تاني. البطاطس عليها الموتزاريلا وشوية الكاتشب، وريق بسيط كده، سندوتش خفيف، ونحطه برضو في الطاسة جنبنا يتحمر. هو لما بيتحمر بيقفل مع نفسه، بيعمل شكل السندوتش كده، مش بي ايه يعني، مش بيبقى منفوش كده، لا بيقفل ويبقى شكل السندوتش لانه بيقرمش على الشكل ده. وهنخلص كل الكمية معانا. بصوا احنا مش هنسيب، يعني مش هنرمي الطماطميتين دول ولا حتة الفلفل. هنحط برضو شوية الجبنة والطماطم والفلفل. بصوا يعني هما كلهم بنفس الطريقة. انتوا بقى اي حاجة عندكم عايزين تزودوها زودوها عادي، بس انا كنت عايزة اعمله بالجبنة الموتزاريلا، بيبقى طعمه هو والبطاطس المقلية خطير بصراحة. حاجة بقى التانية، بصوا شكل السندوتشات، هي الجبنة ساحت، هي مش محتاجة اي حاجة، بس انت ممكن تغطي عليها، متعليش النار جامدة عشان السندوتش ما يتحرقش، وغطي كده بأي غطا عندك عشان الجبنة تسيح. عارفين بقى الوصفة دي كان ناقصها ايه بجد؟ بعد ما كلناها قلت للعيال عارفين دي كان ناقصها ايه؟ وكلهم يعني ايه اجتمعوا معايا في الرأي. شوية خيار كده مخلل، اللي هو الخيار الرقيق ده اللي بنحطه في السندوتشات. انا بقطعه شرايح وبعمله بسرعة عندي بمية سخنة وخل وليمون وتوابل وملح. بيطلع هي ساعة بيستوي، بسم الله ما شاء الله، بيبقى جميل. بكون محتاجاه في السندوتشات بعمله، بس انا نسيت اصلا في المرة دي. بصوا هنا السندوتش ما شاء الله، بصوا الجبنة ساحت ازاي، هو طعمه تحفة اصلا وسايح ونايح كده. وشوية بقى الخيار ده او شوية زيتون، بس انا ولا كان عندي زيتون ولا كان عندي خيار، فطبعا ده مش حاجه مش هتوقفنا، يعني احنا عملنا سندوتشاتنا وكلناها واحلى طعم والحمد لله وبارك الله فيما رزق. ويا ريت تجربوا السندوتشات دي. بصوا ما تخلوش حاجه تعكننكوا كده ولا توقفكوا، اللي عندك حطيه واللي مش عندك خلاص استغني عنه. هو السندوتش حلو، اهم حاجه بس نسمي الله ونصلي على الرسول والسلام ونبدا كده وناكل. هتلاقي نفسك بتعملي احلى سندوتشات وبتاكلي احلى سندوتشات ليكي ولاولادك ولكل اللي بتحبيهم. بصي دي زوزو بقى، هي جايه يعني عايزه تمد ايدها توريكم السندوتش اللي هي بتاكله. ومش جايه انها بتمد ايدها، بتوديها بعيد عن الكاميرا، انا عماله اشد ايدها اقول لها تعالي نقام. بصوا حطوا لايك يا بنات، ايوه هاتي ايدك كده يا زوزو. الف هنا عليهم كلهم يا رب وعليكم. وكل سنه وانتم طيبين. المره الجايه ان شاء الله نعمل حاجه حلوه من بتاعه الصعيد، نعمل الشريك الصعيدي على وصفه الصعيد. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.